كيف تتعامل مع شخص يقلل من قيمتك مع طريقة خاصة للتخلص منه؟ إذا كنت تمتلك نقاط ضعف معينة وفي محيطك شخص يقلل من قيمتك باستغلاله لنقاط ضعف هذه، فهذا الفيديو موجه لك. إن كنت تقول العكس وترفض امتلاكك لنقاط ضعف، فهذه مسألة أخرى، لأنه من الطبيعي أن تتواجد لدى كل منا أشياء أو أمور لا تعجبه في نفسه أو في حياته. لذلك أن تكون صريحا مع نفسك في تقبل هذا الأمر هو أول خطوة للرفع من قيمتك. ما هي السيكولوجيا المميزة لشخص يقلل من قيمتك؟ بداية، هذه الفئة من الأشخاص ليست بعيدة عنك، بمعنى أن الشخص الذي اعتبرته في السابق صديقا لك وأخبرته بنقاط ضعفك هو من يستخدمها ضدك اليوم، أو ربما زوجتك أو زوجك الذي يعلم عنك سرا مضى وفات، إلا أنه لا زال يذكرك به أمام والدته أو أشخاص آخرين. الهدف الأول لهذه الفئة هي أن تشعرك بعدم الأمان وعدم الاستقرار، لأنه في أي لحظة سيقوم بإحراجك بنقط ضعفك تلك، لأنك في الأساس لم تتقبل هذا الضعف، مثلا عدم حصولك على عمل، عدم زواجك حتى الآن، وزنك الزائد إلى غير ذلك. يظهر الأشخاص المستفزون الذين يقللون من قيمتك على أنهم واثقين من أنفسهم وأنهم يتحلون بالشجاعة والجرأة، إلا أن هذا غير صحيح. وهنا يمكن أول خطأ تقع فيه: تعتقد أن كل شخص يقلل من قيمتك ويضغط على مخاوفك أنه قوي وواثق من أفعاله، والعكس صحيح. هو ليس واثقا ولا قويا ولا شجاعا، بل هو إنسان خائف. نعم، سيكولوجيا الشخص المستفز هي الخوف والشعور بالنقص. تقول لي: كيف ذلك؟ لكي يحافظ المستفز على أمنه واستقراره، فهو يهاجم الآخرين بنقاط ضعفهم. يعتبر هذا التصرف كأنه آلية للعيش بالنسبة له. يهدد الطرف الآخر لكي يضمن أنه لن يتعرض للتهديد. لكن لماذا يفعل هذا؟ هذا هو السؤال الذي يدور في ذهنك. ما الذي يدفع الناس للتقليل من قيمتك؟ هناك سبب واحد مباشر وواضح يدفع شخص يقلل من قيمتك في استمرار بهذا الفعل، وهو الغيرة. نعم، الغيرة. الآن وقبل أن تعرف كيف تتصرف معهم، طبق هذا التمرين أولا خذ ورقة وقلم، اكتب أسماء الأشخاص الذين يقللون من قيمتك. ثالثا، اكتب لماذا يغار منك كل شخص منهم. من الضروري أن تجيب على هذه الأسئلة، لأنك ستستخدمها في استرجاع قيمتك الضائعة. على سبيل المثال، صديقتك تغير منك كونك متزوجة وهي لا، أو أنت أجمل منها، أو لأن منصبك أعلى من منصب صديقك. طبق التمرين. يجب أن تفهم أن مع الأسف الناس تريد منك أن تخفي مزاياك وتظهر فقط الأشياء الضعيفة والسيئة لديك، لهذا هم يغيرون مما تملكه أو مما تتصف به. والخطأ الذي تقع فيه أنك تمتثل لهم ولغيرتهم وتنتظر منهم التغيير. لا تفعل هذا. أظهر مزاياك ولا تهرب من نقط ضعفك. إن كان هذا الأمر صعبا بالنسبة لك، فاحفظ جيدا الجملة التالية: جملتين استعملهم أمام كل شخص يقلل من قيمتك. أهم فوائد اكتساب الذكاء العاطفي أنك تتعلم كيف تتحكم في مشاعرك، وبالتالي تتجاوز الانفعال السريع والوقوع في فخ الغضب، لأن الشخص المستفز رغبته الرئيسية أن يجعلك تنفعل وتغضب وتضيع طاقتك عليه فيمتصها. تستطيع تشبيه الشخص المستفز مصاص الدماء الذي ينقض على طاقتك ويمتصها. لهذا لا تقع في الفخ وتنفعل. طبق ما يلي: أولا، قابل سلوك تقليل القيمة بالسخرية. قم بالتأكيد على نقطة الضعف التي يريد أن يضغط عليك بها، واستمر في الأمر إلى أن ينهي كلامه. على سبيل المثال، إذا سألتك سيدة ما: ألم تتزوجي بعد؟ سيكون جوابك الساخر: نعم، الحمد لله، لم أتزوج بعد، وهذا سر سعادتي. السخرية لا تعني أن تضحك. قم بالتأكيد على الأمر بحزم، وليكن جوابك مباشرة. ثانيا، ابتسم بثقة وعبر عن رأيك.
ستتقبل نقط الضعف أو الاستفزاز الذي قام به بكل هدوء مع ابتسامة تعبر بها عن ثقتك في نفسك إلى أن ينتهي الطرف الآخر من الكلام. ثم استخدم هذه الجملة: هذه الدراما كلها من أجل أن تقول هذا. الآن بعد أن انتهيت دعني أتكلم أيضا دون أن تنفعل. أنا أرى فيك كذا وكذا. استخدم هذه الجملة. رأيك الشخصي لا يعني أن تهينه، بل أن تشارك معه نقاط الضعف التي تراها فيه أنت أيضا. لكي تكون قادرا على التعبير بكل حرية وبكل ثقة بالنفس، لا بد ومن الضروري أن تتصالح وتتقبل نفسك وعيوبك. لا يوجد إنسان آلي كامل، والأطراف المقابلة تفهم وتستوعب الأشخاص والمستفزين، الخائفين، والأشخاص الواثقين من أنفسهم. لذلك تقبل وكن واثقا. فلتعلم أيضا: الاستفزاز هو أسلوب من قول أو فعل في محاولة لإثارة طرف مقابل للرد بقوة أو فعل يحقق به الطرف الأول هدفه. والشخصية المستفزة من أصعب الشخصيات التي يمكن أن يتعامل معها الإنسان، فيجب التعامل مع هذه الشخصية الصعبة بطريقة صحيحة. ما الحالة التي يجب أن تتبعها وكيف تتعامل مع هذه الشخصية أيضا؟ أول ما يجب فعله هو ضبط النفس والاتزان كما سبق وذكرت، وضبط الانفعال والهدوء في الرد والتعامل ببرودة أعصاب وعدم الغضب، وأن تتعلم أسلوب الحوار ومهارة الحديث، النظر للشخص بجدية دون عمل اعتبار له، مع إظهار ثقتك بنفسك. فلا تشعره بأن هناك شيء يستفزك فهو يريد أن ينال منك. تكرار العبارات أو الإيحاءات التي قام بها، ثم اطرح عليه سؤال: ماذا تقصد بذلك؟ ما علاقتي بما تقول؟ ثم انتظر الرد منه، وبالتأكيد لن تجد الإجابة، لأن إجابته لن ينطقها، إنه مجرد استفزاز. فبذلك تكون قد تجنبته وأوقفته عند حده، فيتجنب استفزازك مرة أخرى. فشعوره أنك لم تتأثر ولم تتعصب منه يؤكد له عدم نجاحه في استفزازك. وأخيرا، فإن التجاهل والتهميش قدر الاستطاعة قد يكون من أهم أساليب التعامل مع هذه النوعية، وتجنب الدخول معه في حوار، لأن أساليب الإقناع لا تجدي معهم، وهذه الطريقة تشعرهم أنهم مهزومين، وعدم الاكتراث بما يقولون أو يفتعلون، لأن الاهتمام بهم والتعامل معهم بالمثل يؤدي إلى استمرارهم في لغتهم غير المريحة، مما يتسبب بمشاكل لا طائل ولا نهاية لها. ورحم الله الإمام الشافعي إذ قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإذا أجبته فرجت عنه، وإذا تركته غيظا يموت.